السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي لمسة تونسية. إن شاء الله الناس الكل تكونوا بخير وصحة وعافية. كما شفتوا في أول فيديو يعني وريتكم أحواض متاع خضرة باش نزرعوا فيهم يعني خضرة الشتاء حضرهم بابا. إن شاء الله ربي يخليه وربي هكا يبارك له في صحته وفي عمره، وإن شاء الله ربي يطول في عمره ويطول في عمر الآباء الكل يا ربي. المهم كما قلت لكم باش نزرعوا فيهم خضرة الشتاء إن شاء الله. ديجا شفتوا يعني الأحواض المبلولين هذوكم زرعنا فيهم الخضر الورقية، ما زلنا باش نزرعوا اللفت والسفناريا ولا إله إلا الله محمد رسول الله ولا شو اسمها يا ربي، اي والجلبانة والفول والحمص والبصل والحاجات هذوك الكل يعني خضرة الشتاء. ونشجعكم انكم تزرعوا الخضرة، كان عندكم ارض وكان ما عندكمش ارض يعني تنجموا تزرعوا حتى في الجردة متاعكم، كان عندكم مساحة هكا صغيرة تنجموا تزرعوا فيها وتذوقوا الخضرة من يديكم. خاطر للأسف الخضرة اللي موجودة الكل تو كلها بالدويات وما عادش فما حاجة من غير دويات تو. هذاك يعني يعني كيفاش ولينا نعيشوا تو ولا غالب. قبل كانت الخضرة من غير دويات وكنا عايشين والحمد لله. تو كل شيء بالدواء، كل شيء يحطوا فيه برودوي شيميك. يعني العباد ما عادش تاكل في حاجة يعني بيو كل. ننصحكم انكم تجربوا يعني الزراعة. كان ما عندكمش يعني حتى مساحة في الجردة ولا حاجة تنجموا تزرعوا حتى في البلكونة في قصص وتجربوا وتذوقوا الخضرة من يديكم تو تشوفوا البنة نتاعها حتى يعني ولو بالقليل يعني تبدا هكا حاجة صغيرة وتحسها انت كبيرة. خاطر بالحق حاجة ذوقتها من يديك وحاجة بنينة. ونشجع على الزراعة ونشجع الناس الكل كما قلت لكم انهم يزرعوا حاجة بيو وحاجة هكا تبعدهم على الحاجات هذيك الكل متاع المضرة. وهذا هو، تابعوني للاخر وان شاء الله الفيديو يعجبكم. وباش نحضر معاكم كسكسي ان شاء الله بالدجاج بنين برشا. وان شاء الله هكا الفيديو يكون يشجعكم واللي دخلوا جدد للقناة مرحبا بكم. ان شاء الله المحتوى متاعي هكا يشجعكم ويحفزكم وتلقوا فيه حاجات تنفعكم بالحق. وهذا هو يعني. لهنا قاعدة أختي تقطع في السلاطة باش نفطروا بها بالطبيعة. وكما شفتوا هاني وريتكم شوية أجواء من الريف التونسي، وإن شاء الله تو نشارك معاكم الزراعة الكل يعني اللي باش نزرعوها متاع للأسف ما خلطش باش نصور لكم يعني بابا كيفاش يصور في لا إله إلا الله سامحوني كيفاش يزرع في شو اسمه في المعدنوس والسلق والحاجات هذوك يعني كما قلت لكم الخضار الورقيه. اما باذن الله تو نصور معاكم كيفاش يزرع في الجلبانه والبصل والفول والحاجات هذوك كل تو نشارك معاكم كيفاش باش يزرع. وكما شفتوا في اول فيديو يعني الحواض كيفاش عملها متاع الزراعه ورانا نعملوهم من غير دواء من غير حتى شيء باش ناكلوهم نحنا يعني للاستعمال العائلي اكا هو. حاجة بنينة وحاجة بيو وبالطبيعة يعني باش نودوا بهم أحبابنا وأقاربنا وكل. وهنا الواحد تكون عنده حاجة هكا بيو على الأقل على الأقل يعني. وللأمانة يعني راهو فما برشا حبوب يعني اللي يبيعوا فيهم تاع الزراعة الكل راهي بالدويات يعني ما فمش حتى حاجة من غير دويات تو. والله غالب والله الله غالب. أما كما قلت لكم يعني نشجعكم على الزراعة ونشجعكم على إنكم تاكلوا حاجة بيو. لأنا كيما قلت لكم اختي قاعده تقطع في السلطه وباش نحضروا مع بعضنا كسكسي بنين برشا. ويعني مانيش نطل عليكم ديما يعني في اليوتيوب. هانو مرات نهبط فيديوهات وكل، اما ان شاء الله تنولي ان كل يوم نبرتاجي معاكم فيديوهات. ونخصص وقتي هكا باش نصور لكم فيديوهات مزيانين. وبالطبيعه نحبكم تشجعوني وتخلولي تعليقاتكم المزيانه باش هكا نقدم ونعمل محتوى مزيان. وهذا هو يعني. وبالحق راهي تعليقاتكم المزيانة راهي تفرحني على الاخر وتشجعني بطبيعة الحال. تشجعني باش هكا نقدم محتوى يكون اكثر منفعة واكثر يعني في برشا حاجات مزيانين وكل. هذا هو يعني. وراني ديما نقولكم يعني باش نشارك معاكم الطبخ في الطبيعة وكل شيء ان شاء الله راني ما نسيتش يعني باذن الله باش نشارك معاكم. وباذن الله باش نصور لكم برشا فيديوهات مزيانين. تبعوني للاخر وان شاء الله يعجبكم الفيديو.
هنا كملت قطعة سلطة وكل، وباش نعملوا لها يعني شوي زيت زيتونة شوي قارص وكل، هذا هو يعني رشة ملح صغيرة، ما تكثروش الملح. سلطة خير هاش تتكل هكا فيها القارص، يعني عصرة قارص ديجا تعدلها وكل شيء. الملح مش باهي بالطبيعة. لهنا باش نقطعوا زاد الخضرة متاع الكسكسي، راهو تنجموا تعملوا فيه اي خضرة يعني متوفرة عندكم. الخضرة راهي باهية يعني في الماكلة وكل، سيرتو في الكسكسي. نحنا باش نعملوا فيه قراع بطاطا فول مصري، الحاجات هذوكم الكل يعني، وهذوما المتوفرين عنا. تنجموا تعملوا فيه اللي كتب من ربي يعني المتوفر عندكم الكل بالطبيعة، يعني مش بالضرورة تعملوا فيه الحاجات هذوما يعني حاطينها نحنا، اللي متوفر عندكم تعملوا ويجيب بنين ما شاء الله. وبالطبيعة الكسكسي كي يبدا طايب هكا في الأجواء متاع الريف وفي كل الحقيقة راهي تبدا بنته وحده، هاني نطيب وكل شيء. أما كي نبدا في دار بابا وفي الريف وفي كل شيء نبدا هكا عاملة جو عاملة كيف، والماكلة تبدا بنتها وحدها، كل شيء يعني عنده طعم. وكما قلت لكم راني نشجع على الريف وعلى الأجواء الريفية، ونشجع يعني أي إنسان إنه يمشي للطبيعة ويتمتع ويمتع عينيه يتمتع بالخضار وكل شيء. وهذا هو لهنا أنا قاعدين قصينا الخضرة والبصل وكل شيء، وباش نطيب الكسكسي يعني اللي قلت لكم عليه. راهو قد ما نحكي لكم على البنه اللي جت فيه وشوي، بالرغم راهو ما فيش يعني حاجات برشا يعني كيما قلت لكم الخضره الكل والحاجات، اما راهو جا بنين 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 على الاخر. ما نعرفش انتم تعملوها الحاجه دي ولا لا. نحنا من بعد من يعني نطيبوا في وقت الرمان، بعد ما نكملوا يعني كل شيء نرموا فوق منه كعبات رمان، وعنا يعني يسموه كسكسي الزردة، خاطر ديجا يعني في وقت الرمان عنا زردة. والزردة نعملوا فيها كسكسي بالعلوش ولا بالدجاج العربي، ويكون هكا فوق منه شو اسمه الرمان. ان شاء الله تو نعمل معاكم الزردة، مازالت ما جاتش هي، ان شاء الله باذن الله الجمعة الجاية تو نشارك معاكم الكسكسي نتاع الزردة وتحضيرات الزردة وكل شيء. وراني يعني الزردة وكل، فما برشا عباد يقولوا انها يعني حرام وشرك بالله وكل شيء. نحن راه ما عندناش حتى غاية يعني كل عرفتوا لا اله الا الله محمد رسول الله، حاجة هكا تفرحنا وكل شيء وقت الرمان نحتفلوا بالرمان، يعني مش نحتفلوا بحتى حاجة أخرى، نحتفلوا بالرمان خاطر رمان بلادنا وحده وبنين برشا. نعملوا هكا كسكسي بالرمان ونشروا حلوى نسموها حلوة الزردة، وزاد نوريكم كيفاش حلوة الزردة بنينة برشا. وهكا نعملوا أجواء بالحصان والحاجات هذيك يعني. تو ان شاء الله نصور لكم الاجواء نتاع الزردة والحاجات هذيك الكل. وراي كما قلت لكم راي فما عباد تقول الزرد والحاجات هذيا راي حرام، نعرف انه حرام الشرك بالله، الواحد يعني يشوف يقولها والولي ذاك ودرا شنو ودرا شنو يعني يعملوا له زردة ودرا شنو ودرا شنو. نحنا لا راو مش يعني مربوطين بولي ولا بحاجة، كما قلت لكم رانا يعني نعملوا فيها جست احتفالا بالرمان، خاطر رمان بلادنا مزيان برشا وبنين برشا، ووقت الرمان هانا نحتفلوا ونسموها زردة هكا نحتفلوا نشروا برشا رمان وبرشا دقلة وبرشا حلوى، ونطيبوا كما قلت لكم الكسكسي هذاك بالدجاج والواحد، ونعملوه بالرمان ولا بالعلوش، يعني الواحد كل واحد ومقدوره، يعني مش بالضرورة واحد يطيب بالدجاج ولا بالعلوش كل واحد ومقدوره. اللي عنده العلوش يعمل علوش، واللي عنده الدجاج يعمل الدجاج. لأنا بعد ما قسينا سامحوني قسينا الخضرة الكل متاعنا، حطينا الدجاج يعني قلينا الفلفل، وتو باش نحطو الدجاج يتقلى شوي ونضيفوا عليه لفحات الكل، لفحات باش نعملوا تابل كروية ثوم كركم يعني اللفحات هذيك الكل، فول مصري شو اسمه البصل، كل شيء كل شيء هكا شفتوا يعني اللفحات الكل، الفلفل الأكحل مهم. وراهو جابني قد ما نحكي لكم على البنه وشوي، واللي زادوا بنه وكل شيء كي ترمي فيه قرون فلفل احمر، يعني يبان على الاخر الفلفل الاحمر الماكله. كيما قلت لكم جربوه واعطوني رايكم في التعليقات، وما تنسوش باش تشجعوني.
وتعطوني هكا رايكم، المحتوى عجبكم ولا لا. كان عجبكم خلولي في التعليقات، ما عجبكمش زادا كيف قولوا لي، يعني باش هكا نحسن وكل شيء. راني نقبل حتى النقد نقبله يعني. مثلا ما عجبتكمش حاجه ولا كذا خلولي في التعليقات ونحاول نحسن. هنا كملنا يعني قلينا الدجاج وكل شيء، ضفنا عليه البصل والطماطم، وباش نقلوه شوي كيما قلت لكم نضيفوا عليه الفاحة، تعملوا فيه هريسة عربي زادة تبنن على الاخر. المهم هكا كيكون موزوز يتزاد بنة على بنة يعني. هاني نخليكم في الفيديو كيما هو يعني، لن نسرع لكم فيه، لن نعمل مونتاج لحد شيء، نخليكم الفيديو كيما هو. جيست هاني تو قاعده نعلق على الفيديو، اما راني بالحق ما قصيت حد شيء وخليت لكم الفيديو كيما هو بالضبط يعني، ما غيرت فيه حتى شيء. ان شاء الله المحتوى يعجبكم، وان شاء الله الفيديو يعجبكم، وان شاء الله يكون واضح. وهذا هو يعني ان شاء الله هكا كما قلت لكم المحتوى متاعي يكون بالحق تشجيعي ويحفزكم، ويكون هكا يعني ما يكونش محتوى مش نافع. هنا كما قلت لكم هنا رمينا قرون فلفل احمر، بالحق بنت وحده الفلفل الاحمر، سيرتو البقلوطي هذاك راني نموت عليه يعني، بنين بنين على الاخر. معرفش معناها انتم تحبوه ولا لا، خلولي في التعليقات. اما نحنا عولتنا الكل يعني، عولة الفلفل بتاعنا كان بالبقلوطي، سواء في الزيانة، سواء في الهريسة العربي، سواء يعني في المخلل هذاك، سواء يعني في سلطة مشوية، أكثرش من سلطة مشوية نعملوها كامل البقلوطي، وقت البقلوطي يعني، وبنين على الآخر. الواحد قد ما ياكل منه ما يشبعش يعني، لين يوفى والواحد يحس روحه ما هزش منه شبعته يعني، كتالمو بنين وهكا موزوز وكل. فلفل بالحق يهبل. خلولي في التعليقات تعرفوه ولا لا الفلفل البقلوطي، وتحبوه ولا لا، خاطر بالحق راهو بنين بنين على الاخر. وسيرتوك يبدو هكا قرينات مقليين مع كسكسي مع اي حاجة يعني، راهو بنين بنين على الاخر، بالرغم راهو حار وكل شيء، وكل الحرورة هذيك تتبننها يعني. هنا باش نضيفوا الفول المصري، خاطر الحمص يعني ماما ست ما نفختش الحمص، عنا الحمص اليابس، دونك هنا يعني ما عملناش الحمص. انتم تنجموا تعملوا الحمص، راه عملنا الفول المصري هنا. تنجموا تعملوا فيه الفول زاده. عندي اخواتي الاولاد ما يحبوش الفول في الماكله، ولت انا يعني استغنينا عليها، ما راهو يبنن على الاخر الكسكسي الفول. وكما قلت لكم يعني جربوه، راهو بنين برشا برشا برشا. هنا قلوا يعني في كل شيء مع بعض، وبعد باش نمرقوه بالماء ونخلوه يطيب في راحته. ان شاء الله تنشارك معاكم برشا فيديوهات اخرين، يعني في الطبيعة واجواء محلاها مع الاخر، وباش نشارك معاكم برشا وصفات اخرين وبرشا حاجات يعني. تو يعجبكم الفيديو نتصور على الاخر، الفيديوهات اللي باش نهبط لكم نتصور يعجبكم على الاخر. وكما قلت لكم يعني اللي دخلوا جدد للقناة، نتمنى ان المحتوى متاعي يعجبكم، ونتمنى انكم تلقوا حاجات بالحق تشجعكم وتنفعكم. وخلوا لي تعليقاتكم كان عجبكم الفيديو. يعني كما قلت لكم يعني قبل مانيش نهبط في يعني برشا فيديوهات، كل شيء قليل ونهبط فيديو. اما تو ان شاء الله باذن الله كل يوم باش نعود نهبط فيديو، وهكا يكون بالحق فيديو يعني ناجح، وفيديو محترم، وفيديو باش يعجبكم. وان شاء الله هكا نتولها وكل شيء باش يعني كل يوم نهبط لكم فيديو. وانتم هكا شجعوني يعني اعملوا لي هكا اشتراك في القناة وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ورايا هكا جاتني برشا تعليقات في الفيديوهات اللي هبطتهم الاخرين تاع الصبلي وتاع المقرونه هذيك بالسردوك العربي، عجبوكم على الاخر، وتعليقاتكم راني فرحت بهم برشا. يعني وشجعوني زادة تعليقاتكم، هذاك علاش قررت باش يعني كل يوم نهبط فيديو، خاطر بالحق الكلمة الطيبة وكل شيء تشجع وتحفز وتخليك هكا تقدم محتوى أكثر منفعة وأكثر يعني كيما تعرفوا يعني. المهم
كيما تشوفوا لهنا الكسكسي متاعنا حضر ما شاء الله، نودكم ومشاهيكم ان شاء الله تجربوه وتعطوني رايكم في التعليقات. وتو باش نحكي لكم على نبتة بالحق فيها برشا منافع، ودتني بها حماتي ربي يحفظها. بالحق فيها منافع لا تحصى ولا تعد. حكيت لي عليها هي وعلى المنافع يعني اللي فيها، وزادة فتشت عليها في الانترنت، شفت بالحق انه فيها برشا منافع، وراني كي جربتها ما تخيلتش يعني الحاجة هذيك، النبتة هذيك تخلي البدن مرتاح على الاخر، تخليك هكا عندك انرجي. وباش نحكي لكم تو على المنافع متاعها. وهو يعني يعني في بلدان اخرى يسموها القراص، ونحنا في تونس يسموها الحريقة. وبرية يعني تطلع وحدها، وتلقاها هكا في الطرقات تطلع، وتطلع في يعني في الأراضي الفلاحية وكل شيء. ونتصور الناس الكل تعرفها وتلسع في اليدين. اما صدقوني راهي فوائدها ما تتصوروهاش قداش عظيمة، وفيها فيتامينات ومعادن مهمة برشا كيما الحديد، المغنيسيوم، الكالسيوم والزنك، وحتى فيتامين سي و أ. والناس قبل يعني ناسنا قبل يعني جدودنا وكل شيء كانوا يستعملوها يعني كدواء طبيعي. وكي نحكيو على الطب الشعبي التونسي تلقاه يعني ديما حاضر الحاجة ذي متاع القراص والحريقة. ونارني ما اكتشفتها الا ما حكت لي عليها حماتي، يعني جابتها لي وشربت منها. فوائدها عظيمة كما قلت لكم، وراي تعالج فقر الدم، وحتى يعني باهي لتساقط الشعر. وهاني قلت لكم يعني جربوها واعطوني رايكم في التعليقات، راهي بنينه برشا وننصحكم بها. وما فيهاش يعني مطعم خايب، مطعمها بالعكس بنين، لا يجي فيها لا سكر لا حتى شيء. انا استعملت معاها شويه نعناع باش تعزز النكهه متاعها وكل شيء. اما راني كيما قلت لكم ما فيهاش حتى مطعم خايب، بالعكس بنينه. يعني نحب نعملها من غير سكر، خاطر ديجا هي تحسها هكا فيها شويه حلاوه، ما هيش مره. جربوها واعطوني رايكم في التعليقات. بالحق كانت تواظبوا عليها جمعه اكا هاو. نتصور ونتصور اي واحده يعني باش تجربها باش تعود تخلي منها عولتها عام كامل، يعني ما تستغناش عليها بعد يعني بعد ما تجربها. وهذا هو تو باش نكون كملت معاكم الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم، ومرحبا بكم في قناه لمسه تونسيه، وان شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد وفكره جديده، والى اللقاء.